السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا متابعينا الكرام متابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنعمل برج السرطان بتاريخ 20/12/2025، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي اعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج السرطان. على الصعيد العام، السرطان الفترة دي مليان تغيرات هادية لكنها مهمة. انت بطبعك يا سرطان حساس جدا وبتاخد كل حاجة جوه قلبك، وده بيخليك تحس بكل تفصيلة صغيرة حواليك. لكن الوقت ده محتاج منك صبر وتركيز على نفسك يا سرطان، علشان أي ضغط خارجي ما يأثرش على طاقتك ويخليك تتشتت أو تحس بالإرهاق النفسي. في إحساس جوه منك إنك بتعيد ترتب نفسك، وبتفكر في اللي يستاهل مجهودك واللي ممكن ترميه ورا ظهرك، وده هيخليك تريح عقلك وتحس بالسيطرة على حياتك بدون أي استهلاك لطاقتك. وكل خطوة محسوبة دلوقتي هتفرق جدا في المستقبل القريب. الطاقة اللي حواليك يا سرطان ممكن تسبب لك ضغط، خصوصا من الناس اللي مش فاهمة حالتك النفسية. فأنت محتاج حدود واضحة وتعلم إنك تقول لأ بدون شعور ذنب، لأن الحفاظ على توازنك الداخلي هو أهم حاجة دلوقتي. الأحداث حواليك يا سرطان بتتحرك ببطء لكن بثبات، وكل شيء هيتضح مع الوقت. وانت بطبعك صبور، فده هيساعدك تستفيد من أي فرصة جاية بدون أي استعجال أو ضغط على نفسك. والطبيعي فيك يا سرطان إنك بتحب تسيطر على المواقف، لكن دلوقتي الأفضل المرونة والهدوء. الخلاصة العامة للصعيد العام يا سرطان إنك ماشي في الطريق صح رغم كل الضغوط الصغيرة، والوعي الداخلي هيخليك تختار الصح وتمشي فيه ثبات، والطاقة اللي بتاخدها دلوقتي هتظهر لك قريب جدا. الصعيد العام بيطلب منك صبر وذكاء في التعامل مع التغيرات، ومزيج من الحذر والمرونة. خلي حياتك أكثر استقرارا، وكل خطوة محسوبة دلوقتي هتثبت لك قوتك وهتحميك من أي استنزاف طاقي. أما على الصعيد العملي يا سرطان، الفترة دي مليانة فرص ومسؤوليات جديدة. انت بطبعك شخص مجتهد وبتحب تأدي مهمتك بكفاءة عالية، لكن التوتر الداخلي ممكن يخليك تحس إن الحمل كبير عليك. فالتوتر على خطوة خطوة وتنظيم الوقت هيخلي كل شيء يمشي بسلاسة. كمان يا سرطان، أي مهمة كبيرة محتاجة صبر وهدوء منك، وأي استعجال ممكن يسبب أخطاء بسيطة، وانت بطبعك حذر. فالتحليل قبل التنفيذ هيخلي النتائج أفضل وتقل الأخطاء اللي ممكن تزعجك. الفرص المهنية الجديدة موجودة، لكن محتاجة تخطيط منك مش اندفاع يا سرطان، وده لأن أي خطوة محسوبة دلوقتي هتخلي المستقبل العملي أكثر وضوحا وأمانا. والطبيعي فيك بتحب تشوف النتائج فورا، بس الصبر دلوقتي أفضل. الصعيد العملي بيأكد لك يا سرطان إنك قادر على النجاح والتميز، لكن التنظيم والتركيز هما اللي هيكملوا نجاحك. أي جهد دلوقتي هيثبت قيمتك قريب وهيخليك في وضع أفضل. الخلاصة العملية يا سرطان إنك محتاج صبر وتنظيم وهدوء، والطاقة اللي بتحطها دلوقتي هتظهر نتائجها بشكل ملموس، وهتخليك أكثر قدرة على التحكم في كل شيء حواليك. أما على الصعيد المالي، ماليا السرطان الفترة دي محتاج يهتم بميزانيته ويراجع مصاريفه، لأنه طبيعي أنت بتحب تهتم بالآخرين أحيانا وبتدي أكتر من اللازم، لكن دلوقتي الوقت محتاج تركيز على نفسك واستقرارك المالي قبل أي شيء تاني. كمان في تحسن تدريجي في الوضع المالي يا سرطان لو ركزت على تنظيم المصاريف واستغلال الفرص الصغيرة. أي خطوة محسوبة دلوقتي هتديك أمان أكبر وهتشعر بالراحة النفسية. أي ضغوط مالية بسيطة هتتحسن بالتخطيط والوعي يا سرطان، وأي مخاطرة غير محسوبة مش هتفيدك دلوقتي. الأفضل الحفاظ على الاستقرار. كمان الوقت ده مناسب لإعادة ترتيب أولوياتك المالية وتقليل أي مصاريف مش ضرورية، وده هيساعدك تبني أمان مالي تدريجي بدون ضغوط إضافية. الصعيد المالي يا سرطان بيشير بالتوازن التدريجي، والراحة النفسية هتزيد لما تشوف إنك قادر تتحكم في أمورك المالية، والطاقة اللي بتحطها دلوقتي هتظهر نتيجتها قريب جدا. الخلاصة المالية إنك محتاج تنظيم ووعي وتركيز، والنتيجة هتكون استقرار مالي وراحة أكبر، والطاقة اللي بتستثمرها دلوقتي هتحميك وتدعمك.
أما على الصعيد العاطفي، عاطفيا يا سرطان الفترة دي محتاج تهتم بمشاعرك قبل أي شيء، وتحمي نفسك من أي علاقة أو تجربة ممكن تضغط عليك نفسيا. والوعي ده هيساعدك تختار بقلبك وعقلك مع بعض بدون أي اندفاع أو خوف. ولو في علاقة يا سرطان، انت محتاج صراحة ووضوح، وأي كتمان أو صمت ممكن يزود التوتر، وانت بطبعك بتحب تكون محبوب ومطمن لشريكك، فالتواصل المفتوح هيساعدك تتواصل لراحة أكبر واطمئنان داخلي. ولو مفيش علاقة يا سرطان، في فرصة جديدة جاية بطريقة طبيعية، شخص بيحسسك بالأمان ويفهم حساسيتك، محتاجة شوية جراءة منك لفتح قلبك بدون خوف من الماضي. الصعيد العاطفي يا سرطان بيشير للاستقرار والوضوح، أي خطوة محسوبة دلوقتي هتخلي المستقبل العاطفي أفضل وأهدى، والطاقة الحالية هتتجسد في العلاقة صحية وقوية. الخلاصة العاطفية إنك محتاج صبر ووعي وترك الماضي ورا ظهرك، وبالفعل هتلاقي طاقة جديدة تقوي قلبك وتجدد إحساسك بالحب. السرطان دلوقتي عنده فرصة كبيرة يثبت قد إيه قادر على الحب الحقيقي المستقر، والطاقة الحالية بتدعمه جدا في أي خطوة عاطفية جديدة. أما على الصعيد الصحي، صحيا يا سرطان الفترة دي محتاج اهتمام بالراحة النفسية، أي ضغط نفسي هيتحول لجسمك بسرعة، والحركة البسيطة هتساعدك تحس بالفرق فورا. كمان النوم المنتظم والأكل الصحي مهم جدا يا سرطان، أي تقصير فيهم ممكن يزود الإرهاق والتوتر، وأنت بطبعك حساس، فلازم تهتم بالجسم والعقل سوا. كمان أي علامات تعب بسيطة محتاجة إنك تسمع لجسمك وتاخد راحة كافية، وهتلاحظ فرق كبير في الطاقة. الصعيد الصحي محتاج انتظام ووعي يا سرطان، مع الالتزام ده هتحس بالطاقة أفضل وراحة نفسية أكبر. الخلاصة الصحية إنك محتاج صبر واهتمام مستمر، والنتيجة هتكون نشاط وحيوية وراحة نفسية واضحة خلال الأيام الجاية. أما على الصعيد الدراسي، دراسيا يا سرطان مجتهد جدا، لكنه حساس للتوتر والضغط، الفترة دي محتاجة تركيز وتنظيم، أي تشتيت ممكن يقلل تفكيرك، فأول خطوة هي ترتيب المهام واتباعها بهدوء. أي امتحانات أو أي تقييم هتعديه بثبات لو ركزت على المراجعة المنتظمة وفهم المادة بعمق. والطبيعي فيك يا سرطان إنك بتحب تتعلم بسرعة، بس الصبر دلوقتي هيخليك تحقق نتائج أفضل. مجهودك الحالي يا سرطان مهم جدا، كل خطوة محسوبة دلوقتي هتخليك أقوى. الصعيد الدراسي بيشير لنتائج إيجابية وهدوء داخلي، بعد كل مجهود هتحس بثقة أكبر في قدرتك ومستوى إنجازك. الخلاصة الدراسية بتقولك يا سرطان مع التنظيم والصبر الأيام الجاية هتكون أكتر وضوح واستقرار. ودي كانت توقعاتك النهاردة يا سرطان، انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.